رسميا الارسنال بطل الدوري الانجليزي الموسم ده، وده هيكون الخبر اللي هنسمعه في نهايه الموسم ان شاء الله، وخليك معايا وانا هقول لك ليه. الارسنال النهارده بيكسب بورنموث وبيبعد بالصداره بفرق 6 نقط عن اقرب منافس ليه، لكن مش دي الفكره. غير طبعا ان كل المنافسين لارسنال الجوله اللي فاتت اتعثروا سواء بالتعادل او بالخساره، لكن برضو مش ده الاهم. الفكره ان ارسنال بقى فريق مخيف، يعني مغلوب بيقدر يتعادل ويكسب زي ما شفنا النهارده، متعادل والماتش متعقرب بيقدر ان هو يموت نفسه ويخطف المكسب في اخر ثانيه. غير بقى النقطه اللي بنقولها من اول الموسم، وهي ان الارسنال ما بيفوتش اي هديه بتتقدم له من المنافسين، بيستغلها احسن استغلال. كمان ارسنال بقى ناجح ان هو يفرض اسلوبه على اي منافس. كمان ارتيتا طريقه اللعب ومنظومه اللعب بتاعته بقت بتسيطر على اي خصم بيواجهه. وبما اننا بنتكلم في منظومه اللعب، فطبعا ما ينفعش ننسى اللاعب الاهم في منظومه ارسنال من وجهه نظري، وهو جابرييل، اللعيب اللي تسبب في الجون الاول بغلط في التمرير، ولكن عشان لعيب قوي وعنده شخصيه قدر ان هو يرجع ويسجل تاني التعادل لفريقه. اللعيب اللي تبني عليه فرقه، اللعيب اللي من ساعه ما جه الارسنال وهو مركزه مدافع هو اكتر لعيب سجل اهداف ب 19 جول. لسه الموسم طويل لسه بدري وانا معاك في كل الكلام الجميل دوت، لكن دي كلها اسباب توريك ان ارسنال الموسم ده غير اي موسم فات. فمستنيك تشاركني رايك في الكومنتات، هل في فريق في الدوري الانجليزي هيقدر يخطف اللقب من الارسنال؟ فبعد ما تقول لي رايك ما تنساش تخبط اللايك والشير، ولو عجبك الفيديو تعمل فولو الملعب ويجا.